السلام عليكم. أهلا بكم في وصفة جديدة ومميزة على قناتي. أنا عبير. لو أول مرة تشوفوني، النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيك البسيسة أو كيك الذرة، كيك يومي لكل الأوقات بخطوات سهلة وبسيطة، والنتيجة هتبهرك إن شاء الله. بلون ذهبي وقوام هش ومرتفع وإسفنجي وطعم لا يقاوم. يلا بينا نشوف كل الأسرار والتكات اللي تخليه نجح معانا من أول مرة بإذن الله. بس ياريت تتابعوا الفيديو للآخر، وما تنسوش فضلا اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان دعمكم بيخلينا استمر. يلا نسمي بسم الله ونبدأ على طول. بسم الله. ودلوقتي هنحضر المكونات الجافة. في بولة هضيف كوباية وربع من دقيق الذرة الأصفر، بنجيبه من أي عطار، بيتباع سايب أو في أكياس مغلفة، وده بيكون شكله. هضيف عليهم كوباية من الدقيق الأبيض جميع الاستخدامات، وربع كوباية من النشا، يعني حوالي معلقتين كبار. هخلطهم مع بعض. أنا استخدمت الكوب المعياري، لو هتستخدموا مج الشاي أو أي كوب عندكم هتوحدوا الكوب، يعني نفس الكوب هتعايروا بيه باقي المكونات. هسيبهم على جنب وهحضر الصينية اللي هخبز فيها الكيك. هدهنها بالزبدة وبطنها بالدقيق، وهتخلص من أي دقيق زيادة فيها، سواء ألومنيوم، وهو الأفضل طبعا لتسوية الكيك، بس هستخدم بايركس، وهقول لكم بعدين هسويها ازاي علشان توزيع الحرارة، علشان لو هتستخدموا أي صينية غير الألومنيوم. وانا استخدمت صينية مقاس 26، وممكن تعملوه في صينية مقاس 28 بس الارتفاع هيقل شوية. ودلوقتي في الخلاط هنحضر المواد السائلة. هضيف 3 حبات من البيض بحرارة الغرفة، أو حبتين بيض لو حجم البيض كبير، ومعلقة صغيرة فانيليا سائلة، أو 3 باكت من الفانيليا لو مش متاح سائلة. كل بيضة بتاخد باكت من الفانيليا. هخلطهم مع بعض في الأول لغاية ما يعمل فوم ويتضاعف بالشكل ده. وبعدين أضيف كوباية من السكر، والسكر حسب الرغبة ممكن يزيد أو يقل. هضيفها على مرتين. ورشة من الملح، بحب أضيفها مع الخليط السائل علشان تتخلط كويس. وبعد ما خلطتهم حوالي 3 دقايق وبقى اللون فاتح بالشكل ده، هضيف نص كوباية من الزيت، وربع كوباية من السمنة، بتفرق في الطعم. هخلطهم يدوب ثواني. واضيف كوباية من اللبن أو الحليب الدافي. هخلط كل المكونات مع بعض يدوب ثواني وأوقف. وهنزل بالخليط السائل في بولة، واضيف الدقيق بالتدريج على 3 مرات وهنخله زي ما حضراتكم شايفين. والدقيق نخلته مرة قبل كده، انا بحب انخل دقيق الكيك مرتين او 3، علشان الدقيق لما بيتنخل اكتر من مرة بيدي نتيجة حلوة للكيك. وهخلط كل المكونات مع بعض واقلب في اتجاه واحد، ومش هبالغ في الخلط لغاية ما اتأكد ان الدقيق كله اختفى. هسيب الخليط على جنب وهحضر محسن طبيعي للكيك. في بولة هضيف باكت من البيكنج باودر 16 جرام، ومعلقتين صغيرين من الخل الأبيض، وده السر اللي هيدينا هشاشة وارتفاع وهيفتح لون الكيك. هخلطهم مع بعض. ودلوقتي هضيفهم على خليط الكيك، وأقلب المكونات مع بعض ومش هبالغ في الخلط زي ما حضراتكم شايفين. وبسباتيولا هتأكد ان كل المكونات اندمجت مع بعض والدقيق اختفى، وده قوام الكيك. هحطها في الصينية اللي جهزناها، وهدخلها فرن سخن مسبق على درجة حرارة 180 على الرف الوسط. وبعود الشيش هعملها بالشكل ده علشان ما يبقاش فيها اي فراغات واسعة، واخبطها خبطتين على الرخامة. وهحط الصينية في صاج ألومنيوم، أو صينية ألومنيوم أكبر من اللي هنعمل فيها الكيك، علشان نضمن توزيع الحرارة وياخد تسوية مظبوطة ولون ذهبي جميل. ومش هفتح على الكيك الفرن إلا بعد مرور نص ساعة أو 35 دقيقة، وهتقعد معايا في الفرن حوالي من 45 ل50 دقيقة أو على حسب الفرن عندك. اختبرتها بعود أسنان علشان أتأكد إنها استوت وخرج نضيف زي ما حضراتكم شايفين. طفيت الفرن من تحت وشغلت الشواية من فوق يدوب ثواني لغاية ما بقت باللون القمر اللي انتوا شايفينه ده، علشان الوش يتشمع والكيك ما يلزقش من فوق بعد ما تبرد. في ناس بتشتكي ان الكيك بيلزق معاها بعد ما تبرد، ان شاء الله باذن الله بعد الخطوة دي مش هيلزق معاها. ومرتفعة ما شاء الله اللهم بارك، ولما بضغط عليها بترجع ترتفع زي ما كانت.
اسفنجية خالص ومش بتلزق في الايد زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله يبقى واضح ليكم. ودلوقتي هبتدي اقطعها وهي لسه دافية ما بردتش. شايفين مفيش فيها فراغات ومرتفعة وهشة جدا واخدت لون ذهبي جميل، اللهم بارك. ياريت تمشوا على نفس الخطوات والمقادير وهتطلع معاكم احلى، علشان انتوا اللي هتعملوها بايديكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وهستنى كومنتاتكم اللي بتساعدني. وفضلا ما تنسوش اللايك والشير والدعم بالاشتراك في القناة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.